هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 18 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، وبعد النشرة نقدم لكم فاصلا غنائيا، وبعد الفاصل نقدم لكم برنامجا خاصا حول الذكرى 18 لاعتقال الصحفيين الإريتريين، والذي صادف 18 من سبتمبر من عام 2001. وقبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الإريتريون يحيون الذكرى السنوية لاعتقال الصحفيين في البلاد. إريتريا الثانية عالميا في سوء خدمة الإنترنت. تعثر جديد للمفاوضات الإثيوبية المصرية حول سد النهضة. أخيرا، الموت يغيب الفنان السوداني الكبير صلاح ابن البادية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يصادف اليوم الأربعاء 18 من سبتمبر الذكرى 18 لحملة اعتقال الصحفيين في البلاد، والتي تمت في مثل هذا اليوم من عام 2001. ففي مثل هذا اليوم قامت الأجهزة الأمنية وبأمر مباشر من الرئيس إسياس أفورقي بحملة اعتقالات واسعة طالت كل العاملين في الصحافة الخاصة من رؤساء تحرير ونواب رؤساء تحرير، إضافة إلى الأعضاء البارزين في مجموعة 15 الإصلاحية. وبموجب هذه الحملة تم اعتقال 15 صحفيا في يوم واحد، ولا زال كل المعتقلين مغيبين ولا تعلم أسرهم بأماكن احتجازهم. ويقوم الإريتريين في المهجر أفرادا ومنظمات بإحياء ذكرى اعتقالهم السنوية. وبهذه المناسبة قدمت إذاعة إرينا سلسلة من البرامج بدأتها يوم الاثنين الماضي حول أوضاع الصحافة في إريتريا. وفي حلقة اليوم الخاصة سوف نتناول ذكرى هذا الحدث الجلل في تاريخ الوطن، وذلك بعد نشرتنا الإخبارية مباشرة. احتلت إريتريا المركز الثاني عالميا كأسوأ بلد في تقديم خدمة الإنترنت على مستوى العالم. وقال الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو منظمة تابعة للأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقرا لها، في إحصائية له بأن كوريا الشمالية جاءت في المركز الأول عالميا، وذلك بحصول 0.1% من سكانها على خدمة الإنترنت، أي ما يقدر ب20,000 مواطن فقط من مجمل عدد السكان البالغ 25 مليونا. أما إريتريا فإن الرقم يصل فيها إلى 1.3، أي ما يعادل 52,000 مواطن من عدد السكان يقدر ب5 ملايين نسمة. أما على الجهة المقابلة تحتل أمارة أندورا، والواقعة في الحدود بين إسبانيا وفرنسا، المركز الأول في توفر خدمة الإنترنت، إذ يحصل 98.9% من عدد سكانها البالغ 77,000 على خدمة متواصلة للإنترنت. ووصلت النسبة في النرويج إلى 89.6% من مجمل السكان، وفي إيسلندا إلى 89.4% من مجمل السكان. وأكد الاتحاد بأن ما يزيد عن 4.5 مليار نسمة يستخدمون الإنترنت، أي ما يصل إلى 58.8% من إجمالي سكان العالم. أفادت وكالات الأنباء بأن مصر وإثيوبيا وصلتا إلى طريق مسدود في ختام الاجتماع الثلاثي الذي عقد يوم الأحد والاثنين الماضيين في القاهرة لمناقشة مقترحات ثنائية حول سد النهضة. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية أوردته رويترز للأنباء بأن إثيوبيا رفضت المقترحات المصرية دون أي نقاش،
فيما قال الجانب المصري بأن المقترحات الإثيوبية الموازية لم تجد قبولا لدى مصر. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد عبر عن استيائه للتأخر في المفاوضات بين الجانبين. أما الخارجية الإثيوبية وعلى لسان الناطق باسمها قالت بأن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق وهناك اختلاف حول المسائل، ولم تعلق على الموقف المصري. غيب الموت ظهر يوم الاثنين الماضي الفنان السوداني الكبير صلاح بن البادية في العاصمة الأردنية عمان. وكان الفنان الراحل في زيارة للعاصمة الأردنية لعيادة أخيه المريض عندما داهمته أزمة قلبية مفاجئة. ورحل الفنان صلاح بن البادية عن عمر يناهز 82 ومشوار فني يقدر بنصف قرن قدم فيه أغاني تمثل محطات في مسيرة الفن الغنائي السوداني، مثل أغنية الأوصى فوق وليلة السبت وسال من شعرها الذهب وصدفة غريبة وأغاني أخرى. وكان آخر ظهور للفنان الراحل في 19 من أغسطس الماضي عندما قدم أغنية وطنية في حفل التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ويعتبر الفنان صلاح بن البادية إلى جانب كل من عبد الكريم الكابلي ومحمد وردي ومحمد الأمين وأحمد المصطفى من أبرز نجوم الفن السوداني. رحم الله الفنان الكبير صلاح بن البادية، وألهم آله وذويه ومعجبيه الصبر وحسن العزاء. وبهذا الخبر الأليم مستمعي ومستمعات الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الإريتريون يحيون الذكرى السنوية لاعتقال الصحفيين في البلاد. إريتريا الثانية عالميا في سوء خدمة الإنترنت. تعثر جديد للمفاوضات الإثيوبية المصرية حول سد النهضة. أخيرا الموت يغيب الفنان السوداني الكبير صلاح ابن البادية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة، والتي نتناول فيها معكم الذكرى 18 لحملة حكومة أسمرة، والتي قامت فيها باعتقال الصحفيين في البلاد. وهي مناسبة نجدد فيها العهد لكل أسر الضمير بأننا سوف لن ننسى المواقف البطولية، وسوف نعمل على كشف الظلم الواقع عليهم، كما نعمل على نشر قضيتهم حتى تتحقق لهم العدالة وينصفوا من الظلم الواقع عليهم. فأهلا وسهلا بكم في هذه المتابعة الخاصة. هذه إذاعة إيرينا. في مثل هذا اليوم من عام 2001 قامت قوات الأمن الإريترية بحملة اعتقالات واسعة شملت وزراء وسفراء وقادة جيش وصحفيين ومسؤولين كبار في وزارات الدولة، وانتهت بحبس ما يزيد عن 30 شخصا دفعة واحدة بأوامر مباشرة من مكتب الرئيس، وبتنفيذ وحدات خاصة من وكالة الأمن القومي ووزارة الدفاع، حيث لم تشرك الشرطة في الحملة السرية والتي سوف يكون لها أبعادا تمتد حتى اليوم. صنفت منظمة مراسلون بلا حدود والمختصة بحرية الصحافة والكلمة يوم 18 من سبتمبر باليوم الأسود للصحافة الإريترية، واختيار الصحفيين من فئة الذين اعتقلوا في ذلك اليوم هو للتذكير بمسألة حرية الصحافة والتعبير والحقوق المهضومة في البلاد. ففي هذا اليوم صدر قرار حكومي بقفل أبواب كل الصحف الخاصة في أسمرة، وليس ذلك فحسب، بل تم اعتقال كل من عمل في تلك الصحف، وخاصة رؤساء تحريرها ونوابهم، والذين لا تعرف أماكن اعتقالهم حتى اليوم، وعما إذا كانوا على قيد الحياة أو لقوا حتفهم نتيجة الاعتقال والتعذيب. تم اختيار يوم 18 من سبتمبر بعناية تامة وترتيب عال، فهذا اليوم صادف مرور أسبوع واحد فقط على هجمات 11 من سبتمبر، والتي استهدفت ولاية نيويورك الأمريكية،
والعالم لم يفق بعد من صدمة موت 300 مدني بريء في أكبر هجوم إرهابي في التاريخ. وفي هذه الأثناء قرر الرئيس إسياس أفورقي وأجهزته الإعداد للضربة القاضية التي نالت في وقت واحد من معارضي النظام والمطالبين بالتصحيح، ونقصد بذلك مجموعة 15 الإصلاحية والصحفيين. وبالفعل تحقق للنظام والدكتاتور الهدف المراد، ولم يلتفت العالم لما حدث في إريتريا بسبب انشغال أجهزة الإعلام في العالم بما حدث في نيويورك. فلماذا تم استهداف الصحافة الخاصة في البلاد؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. علينا العودة إلى الوراء والتذكير بأن مؤتمر الجبهة الشعبية الثاني في عام 1987 والثالث في عام 1994 طالبا التنظيم وبشكل واضح بتبني حرية الصحافة والتعددية السياسية بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية والمشروع الوطني الذي ناضل من أجله الشعب الإريتري. وكان الرئيس بشكل خاص يتهرب من هذه الاستحقاقات ويفتعل كل العراقيل من أجل منع وجود صحافة حرة في البلاد وانتخابات دستورية ودستور للبلاد. والآن اتضح للشعب الإريتري بأن الحرب التي خاضتها إريتريا ضد إثيوبيا كان الهدف منها بالأساس تجاوز هذه المطالب الجماهيرية وخداع الشعب الإريتري بأنه دائما مستهدف من قبل قوى أجنبية، وأن أي تغيير في طبيعة الحكم في أسمرة سوف تفتت وحدة الشعب الإريتري. والصحافة الحرة في إريتريا عاشت عمرا قصيرا، حيث ازدهرت في النصف الثاني من التسعينات، وتم وأدها في بداية الألفية الثانية في عمر لم يصل إلى عقد زمني واحد. ولم يكتفي النظام بهذه الخطوة بالغة القسوة في حق الشعب الإريتري، بل أعلن بأن الصحفيين والمعارضين السياسيين هم خونة باعوا ضميرهم وعملوا ضد الوطن. الحقيقة التي تم بسببها قتل حرية الصحافة الوليدة في البلاد هي كشف هذه الصحف لممارسات الرئيس وعدم التزامه بالقوانين وتجاهله لمؤسسات التنظيم، وهو الأمر الذي أدى إلى احتدام الصراع داخل الجبهة الشعبية، وذلك بإعلان مجموعة 15 مطالب واجب الالتزام بها من قبل الرئيس. ولم تكن هذه المطالب لتعرف للعامة لولا المقابلات التي أجرتها الصحافة الخاصة مع أبرز قادة مجموعة 15. وأصبح الإقبال على الصحف الخاصة في أسمرة ظاهرة جديدة ومخيفة للحكومة ولأجهزتها الأمنية، وتم تجاهل أجهزة إعلام الحكومة من إذاعة وتلفزيون وصحف، وأصبحت هذه الصحف الخاصة منبرا لقول الحقيقة التي لم يستطع الرئيس وأعوانه قبولها أو الصبر عليها. هذا هو السبب الذي وئدت به الصحافة الخاصة في إريتريا تحت مبررات التخوين والعمالة والاتهامات العسفية. فمن هم أبرز نجوم تلك الصحافة وصحفهم التي كتبوا فيها؟ هذه إذاعة إرينا. هناك 9 صحفيين كبار تم اعتقالهم في ذلك اليوم المشؤوم، وقامت المنظمات الدولية مثل مراسلون بلا حدود وجمعية حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية بتوثيق وقائع القبض عليهم. يضاف إليهم صحفيين آخرين تم اعتقالهم في نفس اليوم وهم من العاملين في الصحف الخاصة، وهؤلاء الصحفيون هم سعيد عبد القادر مؤسس ورئيس تحرير صحيفة أدماس الخاصة، يوسف محمد علي رئيس ومؤسس تحرير صحيفة سجناي الخاصة، أمانويل إسرات رئيس تحرير صحيفة زمن الخاصة، تمسجن جبريسوس المحرر الرياضي بصحيفة قسدبنا أي قوس قزح، ماتيوس هبتأب رئيس تحرير صحيفة مقالح أي الصدى، داويد هبت ميكائيل المؤسس المشارك ونائب رئيس تحرير صحيفة مقالح، مدهاني هايلي المؤسس المشارك ونائب رئيس تحرير في صحيفة قسدبنا، داويد إساق
مؤسس ورئيس تحرير صحيفة ستيت الخاصة. في السهاية يوهانس جوشوا المؤسس المشارك ونائب رئيس تحرير صحيفة ستيت. وهناك مجموعة أخرى تم اعتقالها لاحقا وتضم إخليلو سلمون الذي كان مراسلا لصوت أمريكا في أسمرة، حامد محمد سعيد المشهور بلقب CNN وهو مذيع في التلفزيون القومي الإريتري، سعدية أحمد وهي مذيعة بالتلفزيون الإريتري، صالح إدريس سعد المشهور بصالح جزائري محرر الشؤون السياسية في القسم العربي بصوت الجماهير الإريترية، وسيوم تسفاي مصور بالإعلام الإريتري. هؤلاء كانوا أبرز من تم اعتقالهم في ذلك اليوم المشؤوم، وباعتقالهم تم تحرير شهادة وفاة الصحافة الخاصة والحرة في البلاد، واستمر ذلك الوضع حتى اليوم. اليوم تمر 18 سنة كاملة على اعتقال الصحفيين في إريتريا دون أن تلوح بارقة أمل في الأفق من إمكانية إطلاق سراحهم رغم المطالبة الدولية والمحلية، ولا زال الرئيس السياسي سادرا في غيه متحديا الشعب والمجتمع الدولي. بعد سنة قام النظام أيضا باعتقال الصحفي صالح جزائري والصحفي حامد محمد سعيد CNN والصحفية سعاد، وهؤلاء كانوا يعملون في وزارة الإعلام الإريترية. ولم يكتفي بذلك، بل قام بعد 4 سنوات باعتقال كل من الصحفي جمع سعيد كيميل والذي كان صحفيا في جريدة إريتريا الحديثة، والصحفي حامد شلشل الصحفي بمجلة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وكان قد سبق اعتقال هؤلاء اعتقال الكاتب والقاص الإريتري إدريس البعري صاحب المجموعة القصصية عظام من خزف. بين هؤلاء وهؤلاء تم اعتقال صحفيين آخرين والإفراج عنهم وتكميم أفواههم. ليس ذلك فحسب، بل تمكن العديد من الصحفيين من الهروب من البلاد وشقوا طريقهم إلى الخارج في رحلة محفوفة بالمخاطر، ونجح بعض منهم في العمل في الخارج متبنين قضية زملائهم الأسرى في الداخل. ونقول بهذه المناسبة الحزينة لكل أسر المعتقلين بأن فجر الأمل يعد بالتغيير، وأن ليل الظلم أيا كان سوف ينجلي. ونعيد للحكمة المأثورة ونذكر بها الجلاد في البلاد: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. وللشرفاء في سجون الوطن الحرية فورا، والتحية لهم أمس واليوم وغدا. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا برنامجا خاصا حول الذكرى 18 لليوم الأسود للصحافة الإريترية، وهو يوم تم اعتقال الصحفيين الإريتريين فيه، وصادف 18 من سبتمبر من عام 2001. وقبل الختام أعيد تذكيركم بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الإريتريون يحيون الذكرى السنوية لاعتقال الصحفيين في البلاد. يصادف اليوم الأربعاء الذكرى 18 لحملة اعتقال الصحفيين في البلاد، والتي تمت في مثل هذا اليوم من عام 2001. ففي هذا اليوم قامت الأجهزة الأمنية وبأمر مباشر من الرئيس السياسي أفورقي بحملة اعتقالات واسعة طالت كل العاملين في الصحافة الخاصة من رؤساء تحرير ونواب رؤساء تحرير، إضافة إلى الأعضاء البارزين في مجموعة 15 الإصلاحية. إريتريا الثانية عالميا في سوق خدمة الإنترنت. احتلت إريتريا المركز الثاني عالميا كأسوأ بلد في تقديم خدمة الإنترنت على مستوى العالم. وقال الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو منظمة تابعة للأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مغرا لها، في إحصائية لها بأن كوريا الشمالية جاءت في المركز الأول عالميا، وذلك بحصول 0.1% من سكانها على خدمة الإنترنت، أي ما يقدر ب20,000 مواطن فقط من مجمل عدد السكان البالغ 25 مليونا. أما إريتريا فإن الرقم يصل فيها إلى 1.3، أي ما يعادل 52,000 مواطن من عدد سكان إجمالي يقدر ب5 ملايين نسمة. تعثر جديد للمفاوضات الإثيوبية المصرية حول سد النهضة. أفادت وكالات الأنباء بأن مصر وإثيوبيا
وصلتا إلى طريق مسدود في ختام الاجتماع الثلاثي الذي عقد يومي الأحد والاثنين الماضيين في القاهرة لمناقشة مقترحات ثنائية حول سد النهضة. وأخيرا، الموت يغيب الفنان السوداني الكبير صلاح ابن البادية. غيب الموت ظهر يوم الاثنين الماضي الفنان السوداني الكبير صلاح ابن البادية في العاصمة الأردنية عمان. وكان الفنان في زيارة للعاصمة الأردنية عندما داهمته أزمة قلبية مفاجئة، ورحل الفنان صلاح ابن البادية عن عمر يناهز 82 ومشوار فني يقدر بنصف قرن قدم فيه أغاني تمثل محطات في مسيرة الفن الغنائي السوداني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير بأبرز ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقات مقبلة من برامج إذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.